صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السؤال المهم لكل بنت بتسأله جواها: ازاي اقدر اتخطاه واكتفي بنفسي وابطل اتعلق بالاشخاص؟ لان الموضوع ده بيسبب لك ازمة نفسية. تعالي كده واسمعي اللي يحصل. كان في بنت بعتة بتحب راجل على الرغم ان هو بيأذيها نفسيا، واختفي اظهر اظهر اختفي اللي انتوا عارفينها دي. وكل مرة ما يلاقيها بتتخطى وبتبعد يرجع يرملها الطعم حتة صغيرة، تقوم البنت راجعاله تاني وترجع هي اللي تجري وراه. لا، دي كمان بتتعلق بيه اكتر من الاول. ازاي يا داليا اتغلب على اللي بيحصل ده؟ انا تعبانة نفسيا ومش عارفة، حاجات كتير جوايا بتحصل، خسرت كتير من صحابي واللي حواليا عشان حذروني من العلاقة السامة دي، ولكن انا برضو ما زلت بديله فرص. على الرغم ان انا مش هقولك ان هو بيعاملني معاملة آدمية او انثوية، بالعكس اكاد اكون واحدة معدومة الكرامة. اسمعوا الرد المناسب للشخصية دي وكل بنت بتتفرج عليا. ازاي تتغلبي على تعلقك بالاشخاص؟ في حالة واحدة فقط، ان انت كبنت تعرفي قيمة نفسك من ناحية الأذى النفسي. لو انت كبنت فكرتي نفسك بالأذية من الشخص اللي أذاكي ووجعك بيها، مستحيل تكملي في العلاقة دي. ولكن انت بتكملي في حالة واحدة بس، ان انت بتعاني من عطش شديد جدا في نقطة معينة في حياتك. واحد، ممكن يكون عطش مادي. 2، ممكن يكون عطش معنوي. 3، ممكن يكون عطش نفسي، عطش احتياج جسدي، عطش عاطفي. ايا كان العطش اللي عندك اللي انت لسه مش قادرة توصلي للإشباع الكافي، كون ان انت بتلهسي وبتجري ورا الشخصية دي على الرغم انها بتأذيكي، تأكدي يا بنت الناس ان انت عمرك ما هتفك التعلق والاحتياج من الشخص ده. طب انا اعمل ايه عشان يعني اشبع نفسي، او ان انا يعني اعالج الموضوع ده؟ انا تعبت. انت فعلا هتوصلي لمرحله انك تعبانه. حضرتك انت عمرك ما هتلاقي حد يعالجك، ولا عمرك ما هتلاقي اللي انت بتدوري عليه مادام انت بينتي عطشك واحتياجك ليه. خليكي فاهمه يا انثى تتفرجي عليا، كل واحد يتفرج عليا. الرجل بطبيعته بيلهث ولا المرأة اللي بيشعر انها كاملة متكاملة، والكمال لله سبحانه وتعالى. مش لازم تبقي كاملة شكلا خالص، ممكن تبقي عادية جدا بس عارفة قيمة نفسك، مغرورة شخصيتك. مش غرور اللي الأدب بالعنطزة، لا، مغرورة انك عارفة انت مين، وعارفة احتياجاتك ايه، وعارفة انت عايزة ايه. وانت ما اديتنيش اللي انا كنت عايزاه، فانت مش هينفع تبقى في حياتي. فبالتالي هنا الراجل ده هيلهث وراكي ويدور حواليك ويقدم لك كل اللي انت عايزاه، مادام انت ما اديتلوش الاحساس انك عطشانه للموضوع ده. فانتبهوا ان كل ما هو هيعرف ان انت عندك احتياج في النقطه العاطفيه مثلا، هتلاقيه بيجي يلعب شويه على النقطه دي، ويجي بعد كده يديكي على دماغك وينسحب، فتبتدي انت تجري وراه اكتر. فهو هنا عرف يبروزك في اطار التعلق اللي انت جايه قايله لي انا مش عارفه اتخلى عنه. اعمل ايه يا داليا؟ طيب برضو كل الكلام ده ممكن يكون برضو لسه ما وصلكيش للمرحله اللي تقتنعي فيها ان انت ازاي تفكي نفسك من التعلق. اولا، لو انت حطيتي في دماغك او فهمتي النقطه اللي انا هتكلم فيها دي، صدقيني انت هترتاحي قوي. في كده قانون في الطبيعه او في البشريه عموما اسمه قانون الجاذبيه. انت كبشر بتجذبي لنفسك كل ما هو سيء، وبتجذبي لنفسك كل ما هو كويس، او بتجذبي لنفسك الثراء او الفقر او المرض او. طيب اولا لسانك يعني او لسانك حصانك، دي حقيقة ما فيش اختلاف عليها ومحدش يقول ده كلام، ده حقيقة. لسانك حصانك،
زي ما قلت انا هفضل عايش العمر كله مجروح كده وبتجرح، هتعيش العمر كله مجروح. زي ما قلت انا ربنا هيرزقني في يوم من الايام وهجيب، هتجيب وربنا هيرزقك. زي ما قلت انا خايف لحسن اموت وانا مش عارف بعمل ايه، هتلاقوا فعلا الشخص ده يقول لك ايه، فلان ده مات وكان قايل انا حاسس ان انا هموت كده، لانه في اول الفعل طبعا قضاء وقدر بس قالها بلسانه. زي ما هتقولي انا هفضل مكتوبة عليا يا ربي ان ما قابلش راجل عدل، هتفضلي. طيب امتى اجذب لنفسي الطاقة او الفكر ان انا الشخص ده يشوفني كويسة؟ لما تبقي عارفة قيمة نفسك يا حبيبتي. لازم تفهمي انت كأنثى، مش عشان عرفتي ان فلانة في 50,000 واحد بيجري وراها يبقى انت فيكي عيب وانت معيوبة وهي اللي تمام. لأ، الفكرة ان الست دي عرفت قيمة نفسها وما بتديش للراجل اي احتياج هو عايزه الا لما توصل للاحتياجات اللي هي عايزاها. لان الراجل بطبيعته لازم يحس ان هو بيعمل لك حاجة، بيتعب عليكي في حاجة، بيقدم لك احتياجاتك لشيء. فصدقيني الراجل لما بيستثمر فيكي ده بيبقى نوع من انواع الحب، ان هو فعلا هنا تبتدي تشعري ان انت مسؤولة منه. فبالتالي ده عمره ما هيهون عليه انه يزعلك او يخليكي تبكي او يخليكي مقهورة او تمشي وانت زعلانة او ان انت تبقي في موقف ما يقفش جنبك. فده لو فعلا ما بتحققش معاكي في العلاقة، اعرفي العلاقة دي علاقة ما ينفعش. تتعلقي بمين؟ تتعلقي بواحد بيوجعك وبيسيبك بتعيطي؟ تتعلقي بواحد بيسيبك ما يردش على تليفوناتك على الرغم انه شايفها؟ تتعلقي بشخص عرف ان انت في مأزق ما وقفش جنبك؟ تتعلقي بمين؟ عايزه اوصلك معلومه لاي بنت تتفرج عليا، مادام وصل بيكي ان انت جايه تشتكي النهارده بتبعتي سؤال بتقولي افك ازاي التعلق، اعرفي ان دي علاقه غير صحيحه. لان انت لو كنت شعره معاه بسعاده وانبساط عمرك ما كنت توصلي لبرامج كده وتبعتي مشاكلك وتسالي. اعرفي ان ده موضوع فيه اكس فيه ان، اقفلي على الموضوع. كل واحده لو عرفت او ادت اللي قدامها القيمة المناسبة ليه، عمر ما في واحدة هتتعلق براجل. اولا لقيتيه ما بيردش على تليفونك، ترجعيش تتصلي بيه تاني. لقيتيه بيهمل معاكي في التعامل ومش بيغير عليكي، اوعي تحسسيه او تثيري غيرته عشان يغير عليكي، لان هو هيغير عليكي وقتها لكن مش هو ده النابع من جواه. انت افتعلتي ده يا استاذ عشان عايزه تشعري بده. خرجتي في مكان ورحتي، ما تشحتيش منه ان هو يهتم بيكي. عندك مشكله ما في الشغل، ما تقعديش تشتكي وتلومي وتحكي كتير، ما تحسسوش بكل ده. ما كانش هو يجي يسأل ويطمن ويحسسك انه عايز يبقى في حياتك، ما تحكيش، ما تتكلميش، ما تقوليش. انشغلي في نفسك شويه. في بنات كتير تقولي انا ليه في اول العلاقة هو اللي كان بيجري ورايا وبعد كده هو ريح وانا اللي بقيت اجري وراه؟ عشان دي طبيعة الرجل يا انثى، ان هو بيجري وراكي لحد ما يوصل للحاجة المعينة، واول ما يلاقيكي وصلها من اهتمام وعاطفة وانت بقيتي تحبيه وانت تزي ينخ ويرجع. نعمل ايه هنا؟ نعمل ستوب، نعمل فرامل حضرتك، نفكر في نفسنا، نرجع تاني بقى لشغلنا لحياتنا، نرجع لوضعنا، نرجع لدنيتنا، نشوف الحاجات الغلطات اللي بنعملها نوقفها، نشوف ايه اللي كان بيجذبه فينا زمان نرجع نعمله. لو بيحبك بجد هيرجع لك تاني، ما بيحبكيش مش هيرجع لك وهيخليكي تفضلي انت اللي تجري وراه. ما تجروش ورا حد يا جماعة. الأنثى بطبيعتها لما تبتدي تجري ورا الراجل وتاخد هي الكرسي وتقلب، الموضوع بيبقى مقزز بالنسبة له. مادام ما بيجريش وراكي هتعوزي منه ايه تاني؟ ما كنتيش تحسي ان انت مرغوب فيكي، ازاي تكملي مع العلاقة دي؟ علاقة غير صحيحة بالمرة. لما تبقي عارفة قيمة نفسك ومصدرة الطاقة بتاعت انا عارفة قيمتي، انا عارفة انا ايه، انا متأكدة انا مين، هنا هتلاقي كل الناس الكويسة تيجي عليكي. لكن لما تقدري طاقة الاحتياج وانك مكسورة وانك تعبانة وانك ما حياتك كلها جروح ومشاكل هتلاقي هم دول الناس اللي حواليكي اللي انت بتجري وراهم ومتعلقة بيهم. بدون ذكر اسامي، في شخصيات في المجتمع مشهورة، في بنات على السوشيال ميديا يقولك ايه فلانة دي مشهورة على ايه ولا ناس بتحبها على ايه. الست دي بتبقى ممكن شكلها مش احسن حاجة
وستات كتير جدا بيتغاظوا منها وبيتضايقوا منها بدون ذكر يعني مين نماذج، بس هي عرفت تعمل حاجة انت كأنثى ما عرفتيش تعمليها: تصدير طاقة الإشباع. أو هي ممكن تبقاش غنية بس تديكي طاقة إنها واحدة غنية جدا، فبالتالي كل الرجالة اللي هيبقوا في حياتها أغنياء جدا، فتتجوز جوازة فيها ثراء. أو واحدة تعليمها عادي بس مدية اتيتيود أو مدية طاقة إنها واو وفاهمة في كل حاجة، فلما تروح تتقدم في وظيفة تلاقي وصلت لمكانة جامدة جدا وعرفت تحقق التارجت ده، على الرغم ان في واحدة تانية ممكن تبقى احسن منها بس قاعدة في مكانها ما بتتحركش، عشان دي قاعدة مستنية ان حد يعطف عليها، لكن دي صدرت الطاقة فاخدت اللي تستحقه. تصدير الطاقة في حياتك شيء مهم جدا. لازم تبقي نازلة من البيت وعارفة قيمة نفسك، لازم تبقي نايمة على السرير ودمعتك دي ما تنزلش غير على الغالي فقط، على حاجة فعلا كان ليها مواقف خير عليكي، أبوكي وأمك، حد من صحابك. لكن راجل يبكيكي وهو ما اداكيش رصيد من الحب فتبكي، ده اسمه الغباء بحد ذاته. الراجل لما بيحب مرأة بجد بيبقى عايز يبقى ليها الظهر والسند وكل شيء في الدنيا دي كلها. فلما تلاقي نفسك بدأتي تنحدري وانت اللي بتتعلقي وانت اللي ماسكه وهو اللي بيرخي، استنى بقى، استنى. مش عيب ان انت وصلت المرحله دي، بس تلم الفرمله واستنى بقى. ومش عنده، مش تحدي. انا عارفه قيمه نفسي، انا داليا عارفه قيمه نفسي، انا غلطت في كذا كذا كذا، انا هفوق، هرجع تاني، هرجع تاني القديم وهبتدي اشتغل تاني على انا كنت فيه، واللي اتلزع من الشوربه ينفخ في الزبادي، ومش هنكرر الغلطات دي تاني. ولما يرجع لك ويتعلق بيكي تاني، معلش حضرتك ما تنزليش تاني على بوزك، في حاجه اسمها وسطانيه، مش طول الوقت شده، هنرخي شويه ونشد شويه. واوعاكي اوعاكي اوعاكي تبيني للرجل انك متعلقه بشده، او ان انت الطرف الاكثر حب في العلاقه، او انت الطرف المضحي، لانك لو عشتي في دور الضحيه طول الوقت مش هتخلصي منه، وبرضه هنفضل في مرحله التعلق. حتى لو اتجوزتيه تفضلي خايفه عليه لا يروح منك، لا يمشي، لا يكلم واحده، لا. اوعي. فعشان كده المشاكل بترد عليا، في منهم سيدات بيبقوا نماذج قويه وبشوفها دي كويسه، وفي واحده تلاقيها تقولك اصله عمل وسوى وهي لسه. دي اللي مصدره طاقه الغلب، في حين انها كان ليها تصدير طاقه اخرى. يا جماعه بجد علم الطاقه ده مش كلامه بس، يعني خشوا كده واقروا عليه على النت واسمعوا فيديوهات، فعلا والله العظيم اللي يعرف يستغله صح حاجات كتير تتغير. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بذات نفسه، يعني بجلالة قدره، قال في كتابه او يعني فيما معنى الايات ان انت كعبد مادام ظنيت بيا خير فانا يعني الخير ده هيحصل، ظنيت بيا شر الشر ده هيحصل. هو ده تصدير الطاقة، علم الطاقة، ان انت عندك تفاؤل من شيء معين، مركز في حاجة معينة، دايما قاعد خايف مش هيجيلي وهفتقر ومعيش وعمري ما هتجوز وعمري، عكس واحدة تقول لك ايه ان شاء الله باذن الله تعالى انا حاسه ان شاء الله ان انا في يوم من الايام هبقى حاجه وهشتغل وهجيب وهتجوز وهجيب عيال وهعمل و مش معنى كده ان دي واحده مقبله على الحياه 24 ساعه، لا، اكيد عندها مخاوفها واكيد عندها حياتها واكيد عندها تفكير في حاجات وحشه، بس دايما بتطمح ان شاء الله هتلاقي حاجه حلوه باذن واحد احد. انا كويسه، ما اذيتش حد، ما ضرتش حد، بعمل اللي عليا. انا بني ادمه وبغلط، بس هرجع افوق تاني من الغلط وهرجع لربنا وهصلي وهعمل واسوي، والحاجه الغلط اللي عملتها هستغفر ربنا وهرجع عنها. والشخص اللي مش عارف قيمتي انا هرجع ومش هعرف قيمته انا كمان. اللي بايع يبيع. من الاخر تعاملي مع الاشخاص مرايه، وافتكري ان انت انثى، مش مشيلك خطوه تمشي له 10، لا، هو اللي يمشيلك 10، انت تمشي له خطوه وهو 10. ولو نبطل نقلب الكراسي ناخد دور الراجل وهي تاخد دور الست اللي هنرتاح. اخر اجابه: افك ازاي التعلق من شخص
اعرفي قيمتك واعرفي ان انت بجد بجد لو يعني تحبي نفسك كده بشكلك بمشاكلك بوشك، لو انت عندك حبوب، لو شعرك مش احسن حاجة، لو جسمك مش احسن حاجة، لو عندك مشاكل مع عيلتك مش احسن حاجة، بس تحبيها وتقتنعي بيها، هتلاقي نفسك ليكي حالة، ليكي مود، هتلاقي اللي يجي ويحب لانك مصدرة طاقة الحب دي. فانتبهي، افتكري الأذى النفسي اللي تعرضتي له من الأشخاص. كل ما تلاقي نفسك هتتصلي وانت اللي هتبادري، افتكري ان هو ما اتصلش بيكي وما بادرش بيكي، او ان هو اذاكي في موقف ما. فما تشحتيش الحب بعد اذنك، الحب مش شحاتة. حابة اسمع رأيكم في الكومنتات، يا رب تكونوا يعني فهمتوا جزء من اجزاء التعلق ازاي تفكيها. ده كان ردي على البنت دي، يا رب تكونوا استفدتم. اشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة. تحياتي.